الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. فترة مفتوحة جديدة، إرادة مصر على الهواء مباشرة في قناة الشرق. الكل أجمع أن مبارك كان صادق وكويس في أول 5 سنين على الأقل. اللي بيكرهه واللي بيحبه أكدوا أنه ما كانش بيكذب لما قال أن الكفن ملوش جيوب، وأنه كمان كان شديد وحاسم مع أولاده. الكذب جه من بعد كده، من أول الفترة الرئاسية ما بقت 2، والكفن طلع له سيالة مش جيوب بس، لحد ما نادى على حسين وغيره وغيره. الوضع كان كده تقريبا مع السادات. الناس قلقت وحست بالكذب في الآخر لما بدأ يقول حاجات من عيلة انتفاضة الحرامية وكده يعني. أما أنت هقولها لك زي ما قالها كمال الشناوي الله يرحمه في الإرهاب والكباب. أما أنت يا دنجوان، فالكذب معاك بدأ من زمان، من ساعة ما عرفناك عم نول. مش هطول عليك، قول طول. كذبت لما خدت دليل خيانة طنطاوي وعنان وموافي واديته المرسي بعد حادثة استشهاد الجنود على الحدود في رمضان، وطلع كل ده عشان ترمي الطعم للراجل عشان يجعلك وزير دفاع كأول سلمة لتحقيق حلمك. وكنت بتكذب لما كنت بتمثل وتسمع مرسي المكالمات. معلش يا ريس هرد بس على البيت. خير ايه؟ نامت من غير ما تصلي العشاء؟ ده كلام خطير. لا 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 لا، ده حسابها هيكون عسير. ومرسي ينشكح في القعدة ويقول للمساعد بصوت واطي: مش قلت لك؟ ربنا يكرمه، ده راجلنا. وكدبت يوم ما أقسمت بالله إن مالكش طمع في حاجة وهتشوفه. وسمعنا في التسجيلات إنه كان حلمك اللي دفنه جواك، وشفنا وصولك للعرش على طريق مفروش بالدم وبنيته على الدم ولونته بالدم. كدبت وكنت عارف إنك بتكذب. وكدبت لما قلت إن ال57 واحد اللي موتهم عند الحرس الجمهوري كان عشان بيهجموا على منشأة عسكرية. وبعديها قلت بعضمة لسانك في نفس التسجيلات إنك ما كنتش شايف لقتلهم سبب. كنت بتكذب وكنت عارف إنك بتكذب. وكدبت لما قلت إنه خلاص هتطبق الحد الأعلى للأجور 42,000 جنيه، وإنت عارف وأنا عارف وأصغر عيل في البلد دي عارف إن أول ناس مش هتقدر تطبق عليهم الكلام ده هم كبارات الجيش والشرطة، اللي الواحد بيفضل فيهم مستحمل ذل المير سنين وسنين عشان التقيل جاي ورا، وإن فلوسهم اللي بياخدوها دونها الرقاب. كدبت وإنك عارف ولسه عارف إنك مش هتطبقها عليهم ولا على القضاء ولا على كبار الموظفين الحكوميين، وإنها إذا ما اتطبقتش على دول فمش هتطبق على حد خالص. ما أنت عارف سلو بلدنا يا سيسي. كدبت وإنت عارف إنك بتكذب. كدبت لما قلت في اجتماعك التاريخي للستات: انتوا على راسي ما تكسروش بخاطري، وانت كسرت نفسهم وكشفت عليهم كشوف العذرية وعملتهم بهمجية وسمحت بالاعتداءات الجنسية. كدبت يومها وانت عارف انك بتكذب. كدبت وانت بتقول هتتبرع بنص ثروتك، وما قلتش اصلا ثروتك كام ولا مرتبك كام، واصريت تكمل الكذب والتمثيلية وتروح البنك في عصر التحويلات بشنطة وتتبرع بنص مليون. نص ايه؟ مليون. بتقولوا كام يا ولاد؟ نص مليون. لا بصحيح بتقولوا كام؟ نص مليون يا راجل، ده على اساس ان ثروته مليون. مثلت وكدبت وانت عارف انك بتكذب. كدبت لما سقفت لعبد العاطي بتاع علاج فيروس سي بالكفته، ورجعت كدبت لما اخرت العلاج 6 اشهر تاني بأمارة ان وزارة الصحة وافقت اول امبارح بصورة نهائية انها تنزل عقار زوفالدي ب15,000 جنيه للعلبة لعلاج نفس المرض، اللي المفروض انك اخترعت الجهاز اللي هيدخلك التاريخ زي اللي اخترع الانسولين، واللي مش بس هتعالج بيه المصريين، لا ده المفروض تعالج كل البني ادمين. كدبت ونصبت حتى في ذكرى العاشر من رمضان ما قدرتش الا وانك تكذب فيها. فقلت ان الدين العام الداخلي داخل على 2 تريليون جنيه والخارجي واصل ل 45 مليار جنيه. قلت نص الحقيقة، وما قلتش ان الدين ده يا شعب نتيجة لحكم عسكري بقاله 60 سنة قهر البلد ومرضها وخلاها في آخر الصف وذلها وشحتها ومرمغ راسها في التراب. وما قلتش اننا يا شعب كعسكريين استلمنا البلد وهي مدينة انجلترا، وكان الجنيه الذهب ب97 قرش والجنيه ب4 دولار، ووصلناها كعسكريين للانهيار. ما قلتلناش ده ولا اعتذرت حتى عنه. ما هو ما حكمناش غيركم بدبابيركم وألادشكم، واحنا صم عمي بكم. كدبت وما اعترفتش ولا اعتذرتش، لا كملت كذب ووصلت ذل للشعب وقلت له: انتوا اللي استدعتوني، ادوني 2 سنين. ايوه هتعمل ايه؟
عندك مشروع؟ هتبطل البلد رجوع؟ يا عبد الفتاح ايه الموضوع؟ وانت عارف انك بتكذب، وكذبت لما قلت مسافة السكة لأي دولة عربية تحتاجني، ولما غزة بتدك سكت، ما قلتلكش حارب، احنا وانت عارفين تمامنا، لكن دخل المصابين، افتح المعبر عشان تغيث الملهوفين، كانوا كده بيعملوا العرب والمسلمين. انطق انطق، بكده امرهم انبيائهم ليوم الدين، انما خدتك العزة بالاثم وقلت دول خاينين، دول اخطر من الصهاينة الملاعين. قال فين صحيح، فين دلائل خيانة الاخوان؟ فين عقود بيع سينا وحلايب والجولان؟ اللي حقيقي افترض ان مرسي استجاب للنداءات، كنت هتسيبه يحكم يكمل وهو خاين؟ الا صحيح انت قلت بعظمة لسانك انك حذرت روسيا وامريكا من خطورة الدين على امن المنطقة؟ فعلا قلت لهم كده؟ قلت لهم كده وانت مدير مخابرات حربية ولا وزير دفاع؟ خيانة دي ولا مش خيانة يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ كدبت وانت عارف انك بتكذب، كذاب أشر. المجد لغزة والمجد لحماس والمجد للشهداء. اما انت عندي سؤال بس يا ريتني تجاوبني عليه، عندي سؤال بس يا ريت تجاوبني عليه. هو انت دمك لونه ايه؟ لونه احمر زينا شبه اللي اتصفى مننا، ولا يمكن لونه اصفر غل سارف عرق معكر؟ غل سارف عرق معكر. يا اخي يا اخي يا اخي، هتعمل ايه؟ ده دم، ده دم لونه ايه؟ ولا خاف ساعتها تقول لي كمان مفيش، انا الدم ما عنديش. الله غالب. اشوفكم بعد الفاصل. اهلا وسهلا بكم مرة تانية في الفترة المفتوحة. إرادة مصر، المجد لغزة والمجد للشهداء. لليوم السادس 1095 شهيد وجريح ضحايا الجرف الصامد. الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة قال إن عدد الشهداء من الفلسطينيين منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة مساء الاثنين الماضي ارتفع ل 145 شهيد، فضلا عن إصابة نحو 950 آخرين، جراح بعضهم خطيرة من مساء اليوم السبت. وأحدث الغارات الإسرائيلية استهدفت مساء اليوم منزل في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين بجروح مختلفة وفق الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة. كما استشهد 5 فلسطينيين متأثرين بجراح خطيرة أصيبوا بها في الغارات الإسرائيلية المتتالية على غزة. وفي وقت سابق من مساء اليوم استهدفت طيارات إسرائيلية منزل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد فلسطيني 69 سنة وإصابة شاب بجروح خطيرة أيضا بحسب الناطق باسم وزارة الصحة. بعد الفطار النهاردة حقيقة كان مشهد كمان تاريخي، ما نقدرش نقول عليه غير انه مشهد يدعو للعزة والكرامة، لما حطت حماس تايمر وقالت لإسرائيل احنا هنضرب اهو، التايمر اهو، فين غطائكم الجوي؟ فين القبة السماوية؟ فين هتروحوا من الصواريخ القوية؟ والصواريخ نزلت زي المطر والكل استخبى في الملاجئ. كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس أعلنت عن تمكن مقاتليها من قصف مدينة تل أبيب المحتلة وبيت تيام ب10 صواريخ من طراز G80 بعد الساعة 9 مساء بتوقيت فلسطين المحتلة. أعلنت القسام في بيان بثته فضائية الأقصى عن نيتهم ضرب تل أبيب بصواريخ من نوعية G80، ودعت كافة وسائل الإعلام إلى توجيه الكاميرات لرصد صواريخ المقاومة في سماء تل أبيب وفي مواقع سقوطها. لم يكن الفلسطينيون وحدهم أعزائي المشاهدين من يتابع البيان. ظهرت التلفزيونات تلفزيونات الاحتلال الإسرائيلي وقد بثت البيان كاملا، فيما ظهرت حالة تخبط بين الإعلاميين والمذيعين الإسرائيليين فور هذا البيان. كما أعلن جيش الاحتلال حالة التأهب القصوى في تل أبيب وعسقلان وأسدود. ده بالنسبة للمذيعين الإسرائيليين، جالهم لخبطة وضربوا أخماس في أسداس. المذيعين المصريين، الإعلام المصري، ضرب حيس بيس. يا ترى نعمل إيه؟
يا ترى نسوي ايه بقى دلوقتي؟ عبد الفتاح قال على حماس خونة وارهابيين. طب دلوقتي ازاي يبقوا مناضلين؟ نعمل ايه؟ لا نسويهم بالاسرائيليين. لا، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين. وصلت لكده بقى الدعاء اللهم اهلك الظالمين بالظالمين. بقى حماس مساوين لاسرائيل. افتكروا قلت لكم قبل كده واستسمحت حضراتكم انكم تقعدوا ولادكم وتفكروهم وتقولوا لهم ايه هو المسجد الاقصى، وان قبة الصخرة جزء من المسجد الاقصى، وقلت لك قعد ولادك وبناتك وعيالك وكل اللي يخصوك وقول لهم هو ده المسجد الاقصى عشان نحفظها جيل من بعد جيل. مضطر اقول لكم وبكل اسى حفظوا ولادكم كمان ان العدو هو اسرائيل. والله العدو هو اسرائيل، وان ليكم اخوات فلسطينيين واهل، وهم مش خاينين بجد، هم مش خاينين. تعالوا نشوف هذا التقرير عن عمليات المقاومة المستمرة ضد الاحتلال. بالألغام تحيط خاصرتها وتنفجر، فلا هو موت ولا هو انتحار، إنه أسلوب غزة في إعلان جدارتها بالحياة. هكذا يحاول أهالي القطاع الصمود في وجه آلة القتل الصهيونية والالتفاف حول المقاومة. بتخبوا لنا من صاروخ من المستوطنات، ان شاء الله بتزلزلهم زلزله. انا بس بناشد اخواننا الفلسطينيين، احنا ما إلنا الا ربنا ونفسنا، بس احنا نقف امام العرب كلهم نحاسبهم يوم الدين، نقول لهم اولادنا واطفالنا ومقاومينا ورجالنا الله ياخذ حقنا منكم. لما بس شعبنا الفلسطيني وبس. يا شعبي في اراضي 48، في اراضي الضفه، في القدس، هبوا ايش ضل لنا؟ ما ضلش اشي، خليهم ينزلوا على راسنا، ان شاء الله نبنيها في انقاضهم، نبني بيتنا في انقاضهم يا رب. قصف مفاعل ديمون النووي وتل أبيب وجنوبي حيفا والخضيرة كشف ضعف وهشاشة الكيان العدو. هكذا علقت حركة حماس على العمل النوعي لكتائب القسام جناحها العسكري وبقية الكتائب العاملة في ساحة غزة، واعدة الاحتلال بالكثير من المفاجآت في إطار حرب العصف المأكول الذي يبدو أن المقاومة الفلسطينية قد أعدته جيدا للاحتلال. التطور الكبير في سلاح المقاومة المحلي الصنع فاجأ الاحتلال، فصواريخ غزة وصلت أكثر من 150 كيلومتر، ما جعل 3 ملايين صهيوني ينامون في الملاجئ، فضلا عن توقف النشاط الاقتصادي بشكل كبير وتغيير مسار الطيران المدني، بعد إرسال كتائب القسام رسائل لمدراء شركات الطيران تطالبهم بعدم تسيير رحلات للأرض المحتلة. تفجير آلة عسكرية بصاروخ موجه وتفجير نفق في معبر كرم أبو سالم وعملية التسلل البحري لقاعدة زيكيم العسكرية تعد هذه بعض المظاهر للنجاحات الفلسطينية التي دفعت الإعلام الصهيوني لتغطية الأخبار تحت عنوان الدولة تحت النار. غزة لا تنزف، ما تشغلوش بالكم، غزة لا تنزف، ولكنها تتبرع بدمائها لأمة نضبت فيها الدماء. ده كان فحوى أو ملخص التغريدة اللي كتبها الشيخ العريفي واللي نقلها عنه الآلاف حقيقة، وكانت أروع تلخيص. غزة في أمان وسلام، بتطمن عليكم، بتقول لكم أنتوا كويسين، إحنا كويسين، أنتوا كويسين، مرتاحين ونايمين متهنيين وراضيين ضميركم وإنسانيتكم وعادي. لله الأمر من قبل ومن بعد. مصر تستعين بمرسي للتهدئة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية. مش بخرف والله، شوفوا متن الخبر وانتوا تعرفوا. السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية دعا كل من الكيان الصهيوني وفصائل المقاومة الفلسطينية إلى احترام اتفاقية الهدنة الموقعة بينهم عام 2012 في عهد الرئيس محمد مرسي. وأوضح عبد العاطي في تصريحات صحفية أن زيارة توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية اليوم إلى القاهرة تأتي في إطار تحقيق هدف التهدئة. الاحتلال الصهيوني زي ما قلنا في البداية بيشن منذ الاثنين الماضي عملية عسكرية على قطاع غزة تسببت في استشهاد نحو 127 فلسطيني وإصابة أكثر من 940 آخرين حتى مساء يوم السبت، وفق تصريحات دكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية. الواشنطن بوست كمان بث التقرير
قالت فيه أن الوحيد القادر على الوصول للتهدئة دلوقتي هو مرسي. مرسي اللي في السجن، الخاين العميل. جدير بالذكر أن الفصائل الفلسطينية وقعت اتفاق تهدئة مع الكيان الصهيوني في نوفمبر 2012 بواسطة مصرية، تم بموجبه وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، والذي استمر حينها لمدة 8 أيام. موقع جلوبس المعني بشؤون الاقتصاد الإسرائيلي قال إن التكلفة الأولية لعملية العدوان الصهيوني على غزة المسماة بالجرف الصامد تبلغ 8.5 مليار شيكل، يعني 2.4 مليار دولار، تشمل نفقات الجيش الصهيوني المباشرة وخسائر القصف الذي تتسبب فيه صواريخ المقاومة. زي ما قلت لكم الكل ضرب أخماس في أسداس، والناس اللي مأيدة الوضع الحالي في بلادي ربنا يزيح الغمة بدأوا مش عارفين بجد يقولوا ايه. وبدأ بعض الناس تقول لك طب هم ما ضربوش قبل كده ليه؟ اشمعنى بيضربوا دلوقتي؟ لا بيضربوا دلوقتي اصل هم عايزين يحرجوا السيسي. طب ما ضربوش وقت مرسي ليه؟ معرفش، انا ما عنديش رد على الكلام ده. بس لو خدت بالوطن، جريدة الوطن المصرية اللي نشرت تقرير قالت فيه ان الصواريخ اللي بتضرب بيها حماس دلوقتي دخلها مرسي، او كان مرسي السبب الرئيس اللي دخلت بيه هذه الصواريخ غزة. دي جريدة الوطن، واللي نقلت ده عن جريدة أمريكية، التقرير ده عن جريدة أمريكية. ده رأي جريدة الوطن، أنا لا أتحمل تبعاته، هي اللي بتقول كده. بدأت الناس على استحياء، بقول لك كله ضرب حيث بيس، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولكن زي ما كنا ختمت آخر مرة كنت مع حضراتكم على الهوا في الفترة المفتوحة إرادة مصر، وقلت لكم إن في النهاية ربنا أكبر من الكل، وإن مهما كانت الحاجات اللي حضرتك بتتخيل إن هي الترتيبات البشرية، الترتيبات الإلهية أقوى وأكبر. وأكدت على إن هذه الأمة تمرض وتتعب ويجي لها كانسر، يجي لها كل حاجة، لكنها لا تموت، وأنها ستستيقظ يوما. يمكن دي يعني استيقاظة كده من غفوة، يمكن غفوة بسيطة لحد مريض، ولكنها ستستيقظ، سواء كانت الأمة المصرية أو الأمة العربية. وملهاش عدلة غير العدلة. مش عارف زهقتوا من الجملة دي ولا شايفينها بتعبر عن الحال. هي ملهاش عدلة غير العدل. بتقدروا تبعتوا لي بوستات على الصفحة الرسمية اللي عنوانها بيظهر قدام حضراتكم على الشاشة. عندي بعض الرسائل. منى حسن: والله الحقيقة واضحة وضوح الشمس، بس مين يا معتز هيشوفها صح؟ الناس مريحة دماغها، وكل واحد بيقول وانا مالي، طالما البلد متظبطة خلاص. هي البلد متظبطة، اللي يموت يموت، وكل واحد يدور على مصلحته الشخصية فقط، ما يعرفش النهاية هتكون على الكل. منى جي اتش: بارك الله فيك، المجد لغزة المجد لحماس، اللهم سدد رميهم. طبعا اكيد منى دي اخوانية، طبعا اخوانية زيها زي لما قلنا المجد لغزة والمجد لحماس. ما هو لله الامر من قبل ومن بعد. عبد الله سيد: بشكرك شكرا جزيلا. منى حسن: بشكرك. هبه الجندي: تسلمي. كنت فاكر اللقاء مسجل لعدم كتابة كلمة مباشر برجاء التنبيه. لا، اللقاء على الهواء مباشرة. كتابة مباشر دي أمور فنية حقيقة، هبقى أرد على حضراتكم فيها، ولكن نحن على الهواء مباشرة. أعتقد أن ده واضح. ربنا مع الحق دايما، وإن شاء الله الفتح والفرج قادم. مستنيينك بفارغ الصبر. أم ياسين: بشكرك شكرا جزيلا. ونروح لإسرائيل اللي بتؤكد أن السيسي بيحمي ميناء إيلات الإسرائيلي بالجيش المصري. دي صحيفة هارتس الإسرائيلية أمس في طبعتها الإنجليزية، مش كلام احنا بنفتيه ولا جايبينه من عندنا، أهو مالية الشاشة أهي. بتقول إيه؟ أن مصر نشرت كتيبة مشاة في سيناء لمنع وقوع هجمات على إيلات. وقالت الصحيفة أن هذا الانتشار تم بمعرفة تل أبيب، وفي إطار التنسيق الأمني مع السيسي، الذي أشادت الصحيفة بتحسن التنسيق منذ جاء إلى السلطة في يوليو من العام الماضي، مشيرة إلى أن إسرائيل بتخفي علاقتها الوثيقة مع مصر عن الأنظار. وأضافت الصحيفة قائلة: قالت مصادر مصرية أن مصر نشرت كتيبة مشاة جديدة في منطقة طابة بسينا جنوب إيلات
في محاولة لمنع وقوع هجمات محتملة على مدينة المنتجع الإسرائيلي أو على مركز الحركة الجوية هناك، وقد تم النشر بالتنسيق مع إسرائيل. مش عارف حقيقة، مش عارف ولا عايز أعرف. عايزين انتوا تعرفوا واعرفوا. على فكرة عندي مفاجأة قوية إن شاء الله بعد الفاصل، ولكن لا صوت يعلو فوق صوت غزة. ولكن عندي موضوع مهم كمان ما حدش يتكلم فيه في إعلامنا الحيادي، إعلامنا اللي ما بيسيبش وردة ولا شردة. هنسأل السؤال وهندور مع بعضينا، كلنا هنساعد بعضينا، وهكتب أول ما أقول لكم الخبر عشان أستعين بحضراتكم بعد ربنا وتقولوا لي يا ترى مين يا ترى مين يا ترى مين. هيبقى بعد الفاصل، استنوني وما تروحوش لبعيد. وزير الخارجية بيزور العراق. سيبنا بقى فلسطين وغزة وإسرائيل، إنما وزير الخارجية في هذا التوقيتات بيزور العراق. معلش راجعوا انتوا بقى المقدمة الأخيرة اللي قلت لكم فيها الحديث اللي دار بين السيسي، كنت هقول مبارك والله، بين السيسي وعبد الله الملك عبد الله في الطيارة. وزير الخارجية سامح شكري بيزور بغداد حاليا، وقال إن العراق يتعرض إلى هجمة يقودها من أسماهم بدعاة الإسلام المزيف، مشيرا إلى أن صياغة موقف وطني جامع هو السبيل للخروج من الأزمة العراقية. وأكد شكري في مؤتمر صحفي في بغداد مع وزير الخارجية العراقي بالوكالة حسين الشهرستاني أن زيارته إلى العراق شملت بحث قضايا المنطقة بشكل عام والملفين السوري والعراقي بشكل خاص. وأضاف أن مصر تؤمن بأهمية التوافق بين كافة أبناء الشعب العراقي بعيدا عن أي انتماءات، حرصا على وحدة هذا البلد الهام لمنظومة الأمن القومي العربي. والسبيل الوحيد لخروج العراق من الأزمة التي يعيشها اليوم هو من خلال صياغة موقف وطني جامع وشامل يقي هذا البلد مما يتهدده من مخاطر. نرجع بقى إيه ونركز كده مع بعضينا. استنيت أقول الخبر ده عشان إيه نقدر نجمع الخيوط كده مع بعض، نساعد بعض برضه، مش عيب. في ظل اللي بيحصل في فلسطين احنا بنتوجه للعراق. ليه العراق؟ لأن العراق دي طلبات اللي كانوا بيمولوا واللي قافلين المحبس دلوقتي، واللي طلباتهم فوق طاقتنا على اننا نعملها، مش قادرين ان احنا نعملها. اللي هم عايزينه، هم عايزينك تلعب في العراق. مش قادر انت دلوقتي حتى ايه يعني ذره للرماد في العيون تطلع بتصريح على حماس. ليه بقى؟ لانك صدرت لجمهورك كعبد الفتاح السيسي طيله الوقت اكاذيب من قبل ما تشيل مرسي ومن بعد ما شلته ومن بعد ما توليت الرئاسه، ان حماس العدو والخونه والارهابيين وانهم اعدائنا اليوم الدين، انما الصهاينه احنا مع بعض مظبطين. ده اللي انت ظبطته، فانت مش قادر دلوقتي تقول عكس كده. زائد انك اي كلمه في حق حماس كمان. الرعاه انتوا عارفين بيبقى فيه سبونسرز للمواضيع، الرعاه دول ما تنفعش تعرضهم. انتوا عارفين اللعيب لما يكون متعاقد مع مثلا ماركه ملابس عالميه ما يقدرش يلبس الملابس التانية، خلاص هو لازم يلبس الملابس دي يخرج بيها وياكل بيها ويتفسح بيها ويتفرج على التلفزيون بيها، انما ما يقدرش يلعب باي حاجه تانية. هو الوضع ده وضع الرعاه في اي حاجه بقى، في رعاه لدول، في رعاه لعيبه، في رعاه لفرق، انما في النهايه في رعاه، والرعاه مش راضيين. فعشان كده طار وزير الخارجيه للعراق. تعالى نشوف احنا طرنا ورحنا فين، بنربط مع بعض. رحنا الجزائر ورحنا العراق بالصدفه المحضه، هما الاثنين عندهم بنزين او غاز، وهو جزء رئيس من الازمه. مش عيب ان احنا ناخد حقنا. شحات يا عم، مشيها شحاته، مشيها مش مشكله. بس هي يعني الجزائر والعراق بالصدفه الاثنين ما شاء الله ربنا من عليهم بخيراته الكثيره ونعمه الوفيره غازا وبنزينا وجازا. عن زياره وزير الخارجيه للعراق معانا تقرير، نروح نشوف التقرير ونطلع لفاصل قصير وبعدين نرجع ونشوف انفراد اليوم. وسيسقط دائما الإرهاب، سيسقط دائما الإرهاب. باتت مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن شعار ترفعه السلطة الحاكمة في مصر والعراق وسوريا للقمع الأمني. فمصر بعد الانقلاب باتت ترى كل تحرك سلمي مقاومة ومناهضة للسلطة وإرهابا يجب مقاومته. فقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يؤكد على الدعم المصري للعراق وسوريا ضد المعارضة الذي يراد لها أن تنحصر فقط في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام،
ويرسل وزير خارجيته سامح شكري إلى العراق الذي قال أنه يتعرض لهجمة يقودها من سماهم دعاة الإسلام المزيف. نشهد الآن التغلغل الإرهابي في العراق، التواجد الإرهابي في سوريا. فيما تتردد أنباء عن أن الزيارة تحمل أهدافا أكبر ربما مما قيل عنها، تتمثل في صفقة أسلحة متوسطة وخفيفة ترسلها مصر للمالكي في مقابل شحنات نفطية تتعهد العراق بإرسالها إلى مصر، وهو ما أكده العقيد الركن في وزارة الدفاع العراقية حسن الياسري لموقع العربي الجديد بقوله: التزام مصري بدعم المالكي مقابل منافع خاصة. ويسبق الزيارة إغلاق قنوات فضائية عراقية معارضة للنظام تبث من مصر، فيما قيل إنها استجابة لطلب رئيس الوزراء العراقي نور المالكي الذي رأى في قائد الانقلاب حليفا قويا يدعمه في وأد ثورة بلاد الرافدين. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. ايه الحكايه بقى اللي بقول لحضراتكم عليها اللي محدش جاب سيرتها في الاعلام المصري بتاتا اطلاقا مطلقا، رغم انه موضوع كبير 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 وفلوسه بالمليارات، والله بالمليارات، ولكن صم بكم عمي. فيليب موريس دي اشهر سجاير في العالم اللي بتنتج مارلبورو ال معروفه دي، سحبت توكيل سجايرها اللي بقيمة 2 مليار دولار سنويا من محمد منصور، عائلة منصور اللي كان منها وزير الإسكان الأسبق بقى في عهد مبارك، واللي احتفظ بالتوكيل. محمد منصور ده معاه توكيل مارلبورو دي بقاله قد إيه وال بقاله 30 سنة، يعني إيه؟ طول فترة حكم مبارك. ركز معايا كده وما تتوهش، كله فطر وخلاص، ده انت ناقص تتسحر، صلى التراويح ومركز بكامل تركيزه دلوقتي اعتقد. محمد منصور كان معاه توكيل مارلبورو ال طوال 30 سنه، طول عهد مبارك، اللي بيضخ 2 مليار دولار، اللي هو بيقبض فلوسه من الموزعين كاش، جايب 250 مكنه عشان تعد الفلوس بس، كل يوم كل ليله كل طلعه شمس بيلم فلوسه كاش، وعنده 250 مكنه تعد فلوس. ما علينا. التوكيل خلص واتسحب في 2 فبراير 2014، وبدأ سريانه وقفه خلاص، مفيش علبة مارلبورو تبع محمد منصور من أول يوليو 2014. من أول يوليو 2014. نكمل الخبر وبعدين نشوف تساؤلاتنا. وستوقف فيليب موريس تصنيع ماركات سجايرها في الشرقية للدخان تدريجيا من ديسمبر 2014 حتى 2016. يعني انتوا عارفين ان السجاير دي بتتعمل في شركة الشرقية للدخان بالتوكيل اللي واخده محمد منصور، وبتتباع في مارلبورو المصري وفي مارلبورو المستورد. خلاص، مارلبورو بقى وفيليب موريس بتعمل مصنع ليها في بولونيا في ايطاليا، هيكتمل في 2016. المصنع ده هيبيع ويغطي اوروبا كلها والبحر الابيض المتوسط والشرق الاوسط. مش هيبقى ليها توكيل في مصر، لكن ليها ايه؟ التركه الضخمه دي وقعت في عب مين؟ شركه تسويق مصريه اسمها شركه ترانس التجاريه. ترانس التجاريه انا ما اعرفش مين يملكها، اعتبروني ما اعرفش، ولكن واضح لاي ذو عينين انه طرف مهم جدا، مش هيشغل نفسه كمان في تصنيع ولا مبيعات، ملوش بقى في التصنيع وهيعمل مع الشرقيه وبتاع، ارباحه هتبقى صافيه. هو الوكيل لاي علبه مارلبورو في مصر، شركه ترانس، هياخد حقه ناشف. طيب 30 سنه الشركه مع محمد منصور، ايه اللي جرى؟ هو محمد منصور كان بياكل لوحده؟ لا طبعا، دي بلد محدش ممكن ياكل التورته الرهيبه دي لوحده، مش ممكن، ليه شركاته 3 4 كبار بينصصوا معاه، ده بكل تأكيد. 3 4 كبار دول بقى بدل رسمي على بدل شبه رسمي، على كده على كده ماشية، ولكن كان الكبارات أكبر من أكبر بير بترول أو غاز طبيعي ملكته مصر في تاريخها، توكيل اللي كان ماسكه محمد منصور ده لوحده. شركة ترانس دي خدت التركة دي، يا ترى بقى
شركه ترانس دي بعض الخبثاء يخشوا يقولوا لك ايه؟ يقول لك ما هي خلاص معاش الملك، مات الملك، في ملك جديد، والملك الجديد ليه اتباع وقلاضيش لازم يحوشوا كل التحويش. وزي ما الاربعه الخمسه اللي كلوا قبل كده لازم يبقى فيه اربعه خمسه جداد. السؤال بقى اللي هنساعد بعضنا فيه النهارده في بقيه الحلقه وهيكمل معانا الحلقه الجايه ان شاء الله يوم الاثنين، مين بقى دول؟ مين الشركات الجدد؟ اديني هكتب اهو على الصفحه وحضراتكم معايا. ساعدونا من صاحب ومالك شركه، استنوا بقى نكتبها مع بعض، حاولوا بقى نفكر واحنا ايه بنكتب. من صاحب ومالك شركه ترانس والتي ورثت، يلا عشان ايه اكننا في الكتاب، توكيل سجاير مارلبورو. طبعا بس اسمح زمايلي وملاك القناه ده مش اعلان طبعا، ممكن يحاسبوني عليه، ولكنها قصه خطيره جدا. ومالك شركه فرانس والتي ورثت توكيل سجاير مارلبورو وال في مصر. عايزين جوائز طبعا، اللي هيوصل للحل هياخد جايزه. مش عارف والله هنقدر نحط له جايزه ولا لا، بس هيكون اهو ساعدنا، وربنا ما بينساش، ربنا يجعلكم دايما ايه مع المحسنين، ما حدش ينسى حاجه. شركه فرانس، نظبط بس الكتابه عشان نبدا نتلقى الاجابات. انا ما حبيتش اكتبها قبليها والتي، معلش يا هشام مهمه جدا، معلش استحملون. طبعا اكتبها على الشاشه، ده مهم، ده سؤال، احنا بنتكلم في 2 مليار يا هشام، مش في اي كلام يعني. والتي ورثت توكيل سجاير مارلبورو ال في مصر. يلا على بركه الله السؤال نزل اهو، محتاجين مساعدتكم، ما احنا الاخوات لازم يساعدوا بعضيها. وعلى ما نساعد بعضينا نروح للمنوفيه النهارده اللي شهدت حدث جلل. استخرجت قوات الشرطه والقوات المسلحه بمحافظه المنوفيه اجزاء من قمر صناعي اسرائيلي عثر عليه بأراضي زراعية بقرية البتنون بشبين الكوم، وتم التحفظ عليه لفحصه داخل مركز شبين الكوم. وأظهرت الصور التي التقطت للأجزاء أنها صناعة إسرائيلية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ومختومة. وقال مغاوري فتيح صاحب الأرض أن القمر الصناعي سقط بأرضه فجر الجمعة وأحدث دويا هائلا بالقرية أشبه بهزة أرضية، وتم اكتشافه بالصدفة أثناء قيامه بري الأرض. وأضاف أن أحد الأجزاء المنفصلة عن الجسم كان مكتوب عليه كلمة الصناعات الجوية الإسرائيلية، ومضيفا أنه سأل أحد الضباط وأكد له أن الجسم عبارة عن قمر تجسس إسرائيلي يرجع تاريخ تصنيعه لعام 96، حجمه يشبه سيارة الميكروباص، به شاشة تلفزيونية وجهاز استقبال، ووزنه يتراوح ما بين طن إلى طن ونصف. شوف حكمة ربنا يا مؤمن، يقوم القمر الصناعي ده واقع فين؟ في المنوفية. يا غالية علينا يا منوفية. تحية لكل أهل المنوفية وناسنا في المنوفية وأهالينا في المنوفية اللي بيتوارثوا الحكم، مش حسد، هي اعتبروها غبطة، بيتوارثوا الحكم جيلا بعد جيل، مخلصين مخلصين مخلصين. في نفس الضرب اللي كان يعني إسرائيل بتتضرب وغزة بتتضرب والمنوفية وقع فيها قمر صناعي، سبحان الله للأمر، اللهم لا اعتراض، لا تعارض ولا تجادل يا علي. ماشي. محمد يوسف من ليبيا، أجمل تحية من المصريين في ليبيا، بشكرك يا محمد. وعلى مسافة السكة علي السويدي اللي كان بيقول عليها السكة ضاعت والحكومة باعت والشعب من الأسعار ولا فالت، مش عارف دي. سمسم ربنا معاك، بشكرك. همسة أمل، الحياة أمل، السيسي جاي عشان يقضي على أهل السنة في مصر والدول العربية بحجة الحرب على الإرهاب. لا هو قال إنه هيحافظ على الدين، وهو أكتر واحد عارف في الدين، هو قال كده، فاحنا مش كده. السؤال على الشاشة اهو تاني، من الشركة صاحب ومالك شركة ترانس التي ورثت، ده ورث زي ايه، ورث بقى، ورث أبعدية كده. توكيل شركة محمد منصور اللي كانت الوكيل الوحيد لمارلبورو في بتاع، تقعد كده زي الباشا في العصرية في الأبعدية،
وكل يوم تنادي ها يا اولاد الفلوس عدت كام؟ عدت 80 مليون يا ريس. النهارده شوف بقى مارلبورو بلد في 90 مليون، المارلبورو والال ام بتبيع فيها كام؟ يا ترى مين صاحب الحكايه دي؟ والله ده يبقى حد مهم جدا، ده حد مهم جدا وخدها بالامر. محمد منصور ولا فتح بقه ولا شركاته فتحوا بقهم، اتشفطت من هناك، اتشفطت شفط كده وراحت للناس صاحب حظ ونصيبه. ما البلد دي حظوظ والحاجات بتتوزع فيها كده، ولا تسأل مالك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب. طبعا مالك الملوك، ولكن في أسباب وفي مسببين وفي مانحين وفي مقسمين وفيه وارثين، هنعرفهم ان شاء الله. هنشوف اجوبتهم. خلينا نشوف بس محمد عواد تعليقات، بشكرك يا محمد. آية فتحي بشكرك. طه سليم عاوز تردد القناه 111/37 هوريزونتال افقي على النايل سات. محمد الشاعر بيقول نجيب ساويرس، ده معرفش بيجاوب، ده مش البوست بتاعتها، مش عارف هو يقصد على مين. ميو الهادي بيقول سينتصر الحق عاجلا او اجلا ان شاء الله. حازم ابو اسماعيل يا حاج معتز مفيش فايده في مصر غير المقاومه. احمد عطا عذرا يا شيخ عريفي الامه عندها دم بس دمنا رخيص. طه سليم ما قلنا لك يا طه تحياتي ليك، تردد القناه نزلوه على الشاشه. رودين جانا صاحب التوكيل واضح انها بترد برضه، السيسي او جمال مبارك. جمال مبارك يوك، جمال مبارك يوك. جمال مبارك كانت في البتاع الاولانيه. احب نكون صحيين مع بعضينا يا جماعه عشان ما نتعبش بعض، بيبقى يعني نركز مع بعض. جمال مبارك يوك، انتهى عصرك. يوك ترجمه لا، يعني لا تاثر بالبيئه المحيطه، معلش لا. طب جمال مبارك خلاص راحت ايامه. هو كمان جمال هيحف في الطرلب في وقت الناس الجديده طيبين الامراء مش ما لهمش نفس 30 سنه بياكلوا في المهلبيه ام قشطه، عايزين ياكل تاني؟ لا اسمك ايه يا استاذه رودين؟ ما مش كده، ما يبقاش جمال مبارك. ايهاب هلالي السيسي قال اي اعتداء على دوله عربيه هيكون عندهم مسافه السكه فقط. اين هو الان مما يحدث؟ اين مسافه السكه؟ شكل السكه طويله وهو جاي مشي. يا عم مش عايزين احنا ولا احنا مش قادرين. يقول لك يفتح المعابر. هلا طلعت نكته جميله جدا، قال لك يفتح المعابر. يفتح معابر ايه ده؟ مش عارف يفتح محطه التحرير بتاعه المترو، دي مش بتاعتي، دي منتشره جدا على الفيسبوك. يعني واحد مش قادر يفتح محطه التحرير، خايف يفتح محطه التحرير، بيطلع زي الاشباح وساكن في بيت زي الاشباح. طبعا احنا قلنا على البيت، محدش قادر ينكر البيت وكل حاجه زي الاشباح. عايزه يفتح معابر ايه؟ ابو نيره يا معتز عايز اقول لك ان غزه بتنضرب بالتنسيق المصري السعودي ونتاج اجتماع الطياره. خسئت يا ابو نيره، اكيد المعلومات دي مغلوطه. منى ابراهيم رضوان الى كل فلسطيني وعربي حر سامحونا فنحن لا نستطيع ان نقدم لكم شيئا الا الدعاء. القاهره ايضا تحت الاحتلال. حمدي كليفه التحيه المحترم بشكرك. الموعد لبرنامجك يكتب 10 مساء فهل تغيرت المواعيد؟ برنامجي مع معتز انتوا عارفين توقف مع بدايه شهر رمضان، هيرجع ان شاء الله بعد العيد مباشره باذن الله. احنا طول رمضان عندنا فتره مفتوحه اسمها اراده مصر، كانت بتبدا 10 مساء، النهارده بدات 11 مساء، واكيد زمايلنا هيوافوكم بتوقيتاتها. طيلة أيام شهر رمضان بيشارك فيها كل زملائي الأفاضل والأعزاء والكرام في هذه القناة، وأنا فرد أقل واحد فيهم يعني. طنطاوي أو عنان أو ما ملكت أيمانهم، دي رسالة رد. بيقولوا لي على البتاع، لا قلنا طنطاوي وعنان نفس يسري عليه حكم المتردية والنطيحة، نفس حكاية جمال مبارك برضو، ما ينفعش اللي يسري عليه يا جماعة. مش كده بجد، الايام صعبه والدنيا مخنوقه والله، والواحد بيضحك كمدا. يعني مش كده، نركز مع بعض، في ايام جديده وناس جديده. ها طيب نروح لخبر 7. قرار جمهوري بتعيين 274 مندوب مساعد بهيئه قضايا الدوله. حلو، جاي في وقته. ركزوا بقى، دي
أصدر عبد الفتاح السيسي اليوم قرار جمهوري برقم 288 لسنة 2014 بتعيين 274 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون من دفعة 2010 أصلية ودفعة 2009 تظلمات في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة. السفير إيهاب بدوي المتحدث باسم الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال بأن القرار جاء بناء على المذكرة التي تقدم بها المستشار وزير العدل لتعيين المندوبين المساعدين بهيئة قضاء الدولة، ارتبط بموافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ذات الصلة، موضحا أنه وفقا لأحكام القانون رقم 75 لسنة 63 يتعين أن يكون شغل وظائف أعضاء الهيئة سواء بالتعيين أو بالترقية من قرار رئيس الجمهورية. الأسماء فيها حاجة يا أولاد؟ فيها 2 إخوات 2 إخوات مين بقى الاتنين الإخوات؟ قولوا لي بقى الأسامي مش هنا ليه يا عماد؟ ده موضوع مهم جدا احنا مركزين عليه. فين الأسامي؟ الأسامي على الشاشة، قولوا لي بقى أو هاتها لي على الشاشة اللي ورا يا هشام عشان أعرف أقراها. عمرو محمد شريف عبد الفتاح، أسامة حلمي علام رضوان، محمود عزام عبد الباسط مجاهد صالح، وحسين عزام عبد الباسط مجاهد صالح، أحمد عبد البديع محمد حسن، أحمد حسني زكريا. الأسامي دي أنتم مش هتفهموا منها حاجات كتير، مش هتستوعبوها بسهولة، لا لشيء خالص، لأنكم مش عارفين دول أولاد مين وأبناء مين والحكاية ماشية إزاي والتوريث مستمر إزاي في هذه البلد. بعيد عن الاتنين إخوات، ناس كتيرة اتظلمت وناس كتيرة اتعدت في النجاحات، وناس كانت بمقبول دخلت، وناس بجيد وجيد جدا تجاهلت. طب ابو مقبول دخل ليه سيادتك؟ معاليك ليه؟ انت تعرفش ابوه مين؟ انت عارف عيلته مين؟ ده عمه مين وابوه مين وخالته مين؟ ده موضوع مهم جدا. القصه دي قصه حلوه قوي، وكان معايا مداخلات تليفونيه كمان، ناس من المتظلمين او اللي وقع عليهم الظلم في هذه القضيه، ولكن عشان الوقت ضيق ان شاء الله هيبقى في الحلقه الجايه الموضوع ذو شجون. بس خدوا بالكم 274 مندوب مساعد بهيئه قضايا الدوله، اكثر من 170 منهم من 274 كلهم عائلات بقى، آل فلان وآل فلان وآل فلان، وكلهم الحمد لله ناس أفاضل. احنا ما بنشككش في حاجة، بس احنا بنقول ايه؟ نفس المبدأ الذي استنى أيام مبارك ما زال مستمرا وبقوة. اثيوبيا بتعلن استئناف عمل اللجنة الثلاثية بشأن سد النهضة واختيار الخرطوم مقرا للمباحثات. الحكومة الإثيوبية قالت انها اختارت الخرطوم لانعقاد اجتماعات اللجنة الثلاثية المكونة من الشركاء الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا بشأن سد النهضة، مشيرا إلى تحديد مواعيد وتاريخ موعد اللقاء قريبا عقب الاتفاق على مستوى الوزراء المعنيين. وأرجعت أديس أبابا اختيار الخرطوم باعتبار أنها نجحت سابقا في إدارة الملف وهيئت مناخ مناسب. كشف وزير الري والمياه والطاقة الأثيوبي المايو هيمجنيو في تصريحات صحفية مساء اليوم السبت للوفد الإعلامي السوداني اللي بيزور أثيوبيا حاليا رفض بلاده لأي تمويل خارجي وإن كان من البنك الدولي، وقال أن السد سيتم تمويله من الشعب الأثيوبي وأنه كما بدأناه سنكمله. طيب يعني عندك وقت؟ طيب معانا أستاذ محمد، نرجع تاني لخبر تعيين 274 مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة. مش عارف هيقول محمد هيقول اسمه كامل ولا ايه؟ أستاذ محمد أهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. عليكم اهلا وسهلا. يعلي صوتك بس يا أستاذ محمد عشان الناس تسمع. التعليق بس ماشي حاضر. التعليق اللي انا بقوله لحضرتك بس ان انا بتكلم بخصوص النيابه العامه دفعه جيد 2011. قول لي بقى النيابه العامه عشان ده خبر تاني انا كنت مأجله، اربطه لنا بقى، احكي لنا يا محمد ايه الحكايه اللي حصلت في النيابه. دفعه النيابه العامه اوضح بس للناس عشان يبقى الناس كلها فاهمه. علي صوتك بس بالله عليك يا محمد، علي صوتك. تمام. دفعه النيابه العامه 2011. ايوه تمام. دي اتقسمت دفعتين، دفعه جيد جدا ودفعه جيد. ايوه تمام. دفعه الجيد جدا دي اتعينت السنه اللي فاتت في شهر 12. تمام. وفي بقى دفعه الجيد اللي هي لسه متعينه من اسبوع. ايوه تمام. ديت التعيين فيها بصراحه ربنا يعني مش هقول اقل من كلمه ظالم فعلا يعني، لان في 70% منهم من اولاد المستشارين ووسايط.
ها طب لما ولاد يكون في المستشارين قرار دول فيه- ممكن يكونوا جايبين تقديرات كويسه يا محمد. تمام، يعني انا تقديري، انا فاهم حضرتك، انا ترتيبي الثاني على جامعه بنها. التاني على جامعه بنها. تمام. اه في الجيد، في الجيد عشان التوضيح بس. ايوه تمام. كان هي نفس الاسئله اللي انا سالتها اتسالت للي جنبي واللي جنبي واللي جنبي. بس في فرق بقى ان انا الحمد لله، انا اللي هيقول لك المؤهلات العليا الوالدين وخصوص كده، لان النيابه العامه ما بتعينش اذا كان والده مؤهل عالي. ايوه انا المؤهل العالي سواء والدي مهندس ووالدتي برضو مؤهل عالي، ايوه ليسانس حقوق برضو. تمام. فالموضوع مش موضوع بقى ان هي تحريات، ولا موضوع ان هي يقول لك مؤهلات عليا. لا، انا الحمد لله ما فيش غلطه، بس هي المشكله الوحيده ان ما فيش واسطه، هي دي بقى المشكله. طب انت لما ممكن يكون الناس في الدفعة تقول انك بتاعتنا. ممكن تقول بتتبلى، يعني 70% منهم ولاد مستشارين لا، أنا وقضاة. مش هقول لك انا بتبلى يا باشا، انا مش هقول لك بتبلى. اتفضل. هقول لك هات القرار وشوف ان في 4 اخوات متعينين. 4 بنفس اخوات؟ الاسماء بتاعه الاب. 4 اخوات، 2 من نفس الاب و2 من اب تاني. يعني هم 2 ولاد مستشارين و2 ولاد عميد كليه حقوق. ولكن الام واحده. لا انا يا باشا، انا بكلمك ان هم نفس الاب، يعني ابين مختلفين، يعني واحد مستشار والتاني عميد كليه حقوق. كل واحد عنده بنفس 2 ولاد. الأسماء. كل واحد عنده 2 ولاد والاثنين متعينين، والاثنين جايبين حاجه و60، يعني 67. لما انا تقديري 79 وتقدير اصحابي تاني زي واحد زي الاستاذ سعيد شحاته ده جايب 78 وما تعينش عشان احنا مش ولاد مستشارين ولا لينا قرايب في القضاء. تمام. طب ما انت عارف المستشارين بترفع الدرجات يا محمد. يا باشا دي مالهاش علاقه بالدرجات اللي انا بكلم حضرتك فيه. انا بقول لك انا جايب 79%، يعني فاضل لي 1% على الجيد جدا. يعني انت لا تتمتع بحس الدعابه، يعني انا بهون الدنيا على بعضينا يا محمد. انا فاهمك والله. اتفضل يا سيدي. انا فاهم والله. يعني لما تلاقي ان 144 واحد جايبين من اللي متعينين في القرار جايبين من 65 ل 67، ده تهريج. يعني ايه 65 ل 67 ده ليه؟ طب وفين باقي الناس؟ طب انا ماشي، انا معاك ان هو عين ناس بواسطه، تمام، بس ما يبقاش كله بالواسطه. عين ناس اللي هي من غير واسطه يدي لهم حقهم، ويدي الناس الثانيه اللي هي بواسطه برضه حقهم، على اساس ان هم اولاد عاملين، بس ما يبقاش كله ولاد عاملين. انا معاك. اصلا دي سنه سيئه، ولاد العاملين دي سنه سيئه. يا باشا انا بقول لك على البقاء للاكفأ وللافضل. مش ماشي، البقاء للاكفأ والاصلح. انا الحمد لله جايب 79. طب انا فاهم حضرتك، انا جايب 79 تمام. وعامل دبلومه في الشريعه الاسلاميه. تمام. والسنه دي ان شاء الله اخر سنه ليا في الماجستير. اللي قدموا دول كلهم، يعني اللي جايب 67 واللي جايب 65 وما ذاكرش ويا دوبك نجح بالعافيه ولا عمل دبلومه ولا عمل ماجستير. يعني انا 6 سنين ضاعت من حياتي في مذاكره. وخلي بالك حضرتك على حاجه اقولها لك، بس انا داخل كليه حقوق ديت ب 93%. بشكرك يا محمد. بشكرك. قول لي بقى مين تاني اللي بتقول عليه ده حضرتك؟ بشكرك يا محمد. مصطفى من جامعة الازهر، فرع تفاهنا الاشراف. معاه ماجستير وطالع الرابع على دفعته وما تعينش، وكان معانا مجهز على المداخله، وبس عندنا مشاكل معاه. قال لكم على واحد تاني. الواحد التاني ده اتعين من 2 سنين في مجلس الدولة، وجاله تعيينه من الاسبوع ده في النيابة العامة برضه. ارزاق. خلينا بقى، كفايه واحد والتاني والتالت. هنكمل القصة المرة الجاية بس عشان وقتنا. الضرايب بعد قصة ابو تريكة. امبارح كبرت موضوع ان ابو تريكة لاعب منتخب مصر والنادي الاهلي السابق لم يتهرب من دفع الضرائب المستحقه. واشارت المصادر في تصريحات صحفيه ان الازمه التي اثيرت مؤخرا جاءت بعد قيام مأموريه ضرائب المهن الحره التي يتبعها ابو تريكه اداريا بفحص الملف الضريبي الخاص به، واكتشفت وجود فروق في الفحص الضريبي، وتعذر مخاطبته في الوقت الحالي بشأنها بسبب سفره الى البرازيل لمتابعه مباريات كأس العالم. الخبر طلع على فشوش. حماية المستهلك بتؤكد عودة الشلن والبريزة
عودة الشيلين والبريزة. اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك قال انه من المقرر اعادة طرح عملات من فئة ال5 و10 قروش، زاعما ان قرار جاء لاستخدامها في المواصلات لمنع استغلال سائق الاجرة، مشيرا ان بعض السائقين يستغلوا الازمة وبدلا من ان تكون الاجرة 75 قرش تصبح جنيه لعدم وجود الفكة. يعقوب قال مؤخرا اللجنه العليا لمراقبه الاسواق اوصت في اجتماعها بضروره مخاطبه مصلحه صك العمله لتوفير العملات فئه 10 قروش و25 قرش بكميات مناسبه للمواطنين، عشان الزيادات الاخيره جت بنسبه 25% وعشان المواطنين يقدروا يدفعوا الفلوس، محدش ينصب عليهم. ما شاء الله، جزاكم الله كل خير. عايز اخد بس قبل ما اختم عندي قصه صغيره هقولها واخد بعض التعليقات على مين الاسره او مين صاحب الحظ والنصيب واللي خد توكيل المارلبورو ال في مصر، شركه ترانس. شركه منصور، محمد منصور، تمام، منصور اتاخدت منهم. شركه صاحب توكيل السجاير في مصر الاجنبيه ياسين منصور تبع منصور شوفرليه. واضح ان الناس اللي كتبت دي قرت بس على الفيسبوك، ما تابعتش معايا الخبر. هي اتسحبت من منصور يا جماعه وراحت لشركه ترانس. شركه ترانس دي شركه جديده بتاعت مين بقى؟ ومصطفى يونس اعتقد ان اجابتي صحيحه وعايز الجائزه ولا مفيش؟ هو البلد اصبح عنوانها الرئيسي مفيش حضرتك. مجداد رجائي جمال مبارك لا. احمد صابر ساويرس لا. عبد الرحمن محمود فيليب موريس ده صاحب الاصل، احنا عايزين الصاحب الفرعي الوكيل الفرعي في مصر. منصور محمد خطاب لا. زينب السطوحي ليه ما فيش ضيوف من شباب الثوره؟ على راسنا يا زينب. ياسين محمد احد ابناء المشير، مش عارف يا ياسين، مش عارف، انت بتقول كلام مش كده، مش عارف انا. اشرف شقيري ابناء وزير كذا ووزير كذا. احمد جوده منصور قلنا منصور لا. عبير الدين، طارق نور ابو نسب، ليلى الصاوي. هسيبكم تفكروا للحلقه الجايه، لسه ما وصلتناش اجابه صحيحه، لسه ما وصلتناش اجابه صحيحه، ولكن عندي قصه عايز اختم بيها حلقه النهارده. قصه مهمه جدا، طيب، ولكن كانت مهمه جدا والله ومؤثره جدا، حابب هنختم بيها النهارده. انتهت حلقه النهارده. بيقول في اول شارع جامعه الدول رايح اركب، خدتها من الفيسبوك، رايح اركب ميكروباص الاسعاف ولقيت ميكروباص واقف وفي مكان فاضي قدام، وعلى الباب اللي ورا واقف راجل نوبي اسمر كده شكله طيب ولكن للاسف ملتحي، واقف قدامه كده 2 ضخمي الجثه وزنقينه على باب العربيه. لما قربت سمعت الحوار الاتي: الراجل النوبي: ما تهزقونيش قدام مراتي وعيالي ضخم الجثه. طب اطلع عشان ما هزقكش قدامهم. النوبي: طب استنى ادي مراتي المفاتيح، مش معاها مفاتيح تانية. انت خنقتنا، ده انت بارد يا ابن الكذا. ومسكوه الاتنين رزعوه علقه، انا عمري ما تخيلت ان اشوف الضرب ده بيتضرب لانسان. وبعد العلقه راح الباشا ضخم الجثه اللي لقيت في حزامه مسدس، ففهمت وابتديت اجمع متاخر انه ظابط وان دي عربيه مباحث الاسم. راح خد المفاتيح من ايد الراجل ومطوحها بعيد وقال له: ادي المفاتيح اللي مضايقاك، ورماها. وابتدت العربيه تتحرك، وهي بتتحرك جريت انا عليها بكل اسبهلال وعدم ادراك، ومسكت ايد الظابط التاني اللي واقف على الميكروباص وسالته: هو رمى المفاتيح بجد؟ راح باصص لي كده وقعد يضحك وقال: دور عليها بقى واديها لمراته. ومن نفس الضحكه راح قايل لي: ادعي للي كان السبب ربنا يخليه لنا. ومشيت العربيه اللي كنت هركبها بنفسي على انها توصيله. اتلفت ورايا لقيت ست نوبيه برضو على ايدها طفلين رضع غالبا توأم. جت تقول لي نبره صوت عاديه وثابته وقويه خالص بس الدموع ماليه وشها: انا مراته، هي المفاتيح معاك؟ ساعتها بس وقفت وفهمت، ما كنتش فايق ولا مركز ولا كنت حاسس ان اللي بيحصل قدامي ده حقيقي اصلا. قلت لها: لا، هو الظابط رماها، هدور لك عليها. ظهر حواليا 3 سواقين ميكروباص كانوا واقفين وحاضرين الموقف. واحد منهم قال لي: تعالي يا ستي اقعدي في عربيتي وانا هوصلك لحد البيت بعد ما نلاقي المفاتيح. والباقي وقفوا معايا يدوروا على المفاتيح. عمال ادور تحت العربيات على المفاتيح في صمت وعدم فهم لاي حاجه ودموع ساكته محبوسه في عيني، وما اعرفش ليه الموقف ده حصل وليه انا كنت جزء منه. سالت سواق منهم وهم ليه خدوه، قال لي: دول مباحث وكانوا واقفين فتشوا كام واحد وخدوا شويه ناس معاهم، والراجل ده كان واقف يركب هو ومراته فاشتبهوا بيه ودخلوا عليه، كان فاكرهم بيهزروا معاه فرد عليهم باستهتار وما عجبهمش فقرروا ان هم يقبضوا عليه. طبعا الراجل بدقن مش محتاجين يفتشوه اصلا، الولد كاتب كده. وبعد نص ساعه من البحث عن المفاتيح ما لقيناش المفاتيح، والسواق شايف الدموع في عيني وشايفني واقف بترعش
راح جه وقعد يطبطب عليا ويقول لي معلش يا استاذ روح انت واحنا مش هنسيبها وهنفضل معاها، وقعد يعتذر لي. سواق الميكروباص قعد يعتذر لي، معرفش على ايه، بس كان عمال يقول لي معلش ما تزعلش. انا عارف ان الموقف ممكن يكون تافه وملوش علاقه لا بالبرازيل ولا بالمانيا ولا بغزه ولا باسرائيل ولا بالاسامي اللي على كنز الكوكاكولا. انا مش خايف على نفسي من الظلم، انا بحتمي بدعاء الخروج من المنزل وابقى كل يقين ان ربنا هيحفظني. انا بس مش فاهم ليه يعني كده؟ طب الراجل اللي تهان واتمرمط ده عمل ايه؟ طب الست مراته عملت ايه عشان جوزها يتاخد من ايدها وتقف بعيالها في الشارع الساعه 12 بالليل؟ واللي يرحمها ويساعدها هم سواقين الميكروباص اللي بنخاف منهم. انا مش فاهم حاجه ومش فاهم ومش حاسس ومش عايش. والله العظيم انا روحت ميت وصلاحيه نفسيتي انتهت. انا مش عارف ولا حاسس يعني ايه مشاعر، ولا حاسس ان في فرق بين البشر وبين الحجاره. ومحدش بعد كده يسالني السؤال ابن كذا انت مبسوط؟ انا مش مبسوط، وكلمه مبسوط دي اصلا ملهاش معنى ومحدش مبسوط. انا مش عارف انا هنا ليه وبعمل ايه في الحياه. محدش يعتبرني موجود وعايش، انا مش هنا. انا هروح ادور على المفاتيح اللي ما لقيتهاش، يمكن الست الغلبانه اللي بتعيط دي تعرف تروح. ولا تعليق، الله غالب. اشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.